السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، في بداية السيد رئيس راكتينيغ أزول أقول لكم السلام عليكم. المغاربة جميعا يطالبونك أن توقفوا تلك المسألة، أن تبعدوا ما يمكن أن تقوموا به من أجل المغاربة. السادس حفظه الله، واللي هو عنوانه التراكم، واللي حنا كنفتخروا به، وحنا احسن من الجيران ديالنا واحسن بزاف ديال الدول الاخرى. ولكن سيد الرئيس كنقول لكم ايضا بان راه الاستثمار راه ما بقاتش في 340 مليار. راه السيد الرئيس فينا هي الحكامه، رجعوا المؤشر ايكور راه عطانا 9.4 في الاثار وفي الوقع ديال الاستثمار في بلادنا، على الحكامه وعلى التشغيل وعلى الجوده ديال الحياه ديال المواطنين. اما الحمايه الاجتماعيه فبارك عليكم، داكشي اللي قالت لكم مجلس الاعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي كيأكدوا داكشي اللي قلنا بان 8 المليون ديال المغاربه راه مقصيين. وهذا الشيء اللي قلنا سيد الرئيس، برنامجكم الحكومي لا يتضمن أي إجراء والتزام يهم تطوير البنية التحتية خلال ولايتكم. لم تنتظر بلادنا مجيئكم، بل تبنت بطريقة إرادية منذ الاستقلال خيارا استراتيجيا يهم بناء وتطوير البنيات التحتية واللوجستيكية في مجالات حيوية. ومما ساهم هذا الخيار هو الذي ساهم في دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار وتأهيل مناخ الأعمال ببلادنا وتقدم تصنيف المغرب في هذا المجال ليصل سنة 2019 إلى المرتبة الثانية إفريقيا توفره على أفضل ميناء أفريقي وأول قطار فائق السرعة، والمرتبة 53 في مؤشر جودة البنية التحتية من بين 140 دولة يشملها تقرير التنافسية العالمية. لكن ومع الأسف سرعان ما تراجعت عن بلادنا عن هذه المرتبة المشرفة سيد رئيس 2024 نتيجة سوء كفاءة حكومتكم في تحقيق النجاعة الاقتصادية وضمان فعالية المقاولة وجودة البنيات وتفاقم مؤشرات الفساد والرشوة التي أثرت وتؤثر سلبا على نجاعة البنيات الأساسية. السيد الرئيس، مغرب اليوم يعيش في عهدكم سياسة جديدة عنوانها مع الأسف تضارب المصالح والتشريع والدعم على المقاس وما تعديل العسل ودعم استيراد الأبقار والأغنام على حساب الفلاحة الوطنية منكم ببعيد، والتمكين للحليف الرابع في حكومتكم الهولدينغ الحكومي في ضرب صارخ لكل المقتضيات الدستورية والقانونية وفي استغلال للسلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية. السيد الرئيس، ردوا معايا البال هذا الشيء اللي غادي نقول. أولا، في علاقة بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي مررتم لحليفكم الرابع عقد امتياز استراتيجي بعد إعفاء ضريبي يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركتكم. سيد رئيس، لمواجهة أزمة المياه أعلنتم عن مخطط لتحلية المياه لم تسلم صفقتها من تمكين شركة الهولدينغ الحكومي التي فازت بصفقة بناء وإدارة محطة الدار البيضاء والتي ستستفيد منها لمدة 30 سنة. ثالثا، أصدرتم منشورا لتفعيل عرض المغرب من أجل تطوير البنيات التحتية لقطاع الهيدروجين الأخضر رغمة به السيد والي بنك المغرب لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع، خاصة في غياب رؤية متكاملة للحكومة من أجل توفير الموارد البشرية الكفءة والموارد المالية الكبيرة لإنجاحه. والأصل أن تأتي الحكومة للبرلمان وبمشروع قانون إطار لينظم القطاع وشروط الاستفادة من صفقات الاستثمار ومعايير توزيع الوعاء العقاري المخصص له والمقدر ب1,000,000 هكتار بشفافية ونزاهة وتنافس شريف. السيد رئيس، في علاقة بتطوير البنيات التحتية العمومية في إطار وش الحماية الاجتماعية قمتم ببيع المستشفيات العمومية
العمومية وخصصت كليات الطب خارج أي إطار قانوني وفي غياب الشفافية المطلوبة في تدبير العقارات المرافق العمومية، وتشجعون بسياستكم هذه قطاعا صحيا رأسماليا ريعيا أصبح يسيطر على شبكات النفقات الصحية ويهدد استدامة منظومة الحماية الاجتماعية بكاملها. تتحدثون عن التوزيع العادل للبنية التحتية وأنتم لا تملكون أي رؤية بخصوص مواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية اللي انتهى الأجل ديالو وما زال العجز قائما. وواقع الحال يؤكد الخصاصة في مجموعة من الأقاليم في تركيز التأهيل وإعادة التأهيل على بعض المدن الكبرى التي لا تزال تستفيد من الاستثمار، في حين أن باقي المدن والأقاليم تنتظر نصيبها. لا زالت العزلة الاقتصادية السيد رئيس والجغرافيا عنوان الجهوية ببلادنا، حيث تعيش بعض الجهات في المملكة على وقع سرعة القطار فائق السرعة وأخرى لا تتجاوز سرعة الدابة. السيد الرئيس تتحدث عن تطوير البنيات التحتية وضحايا الزلزال والفيضانات لا زالوا يعانون من موجات البرد القارس والتغيرات المناخية وينتظرون شكرا سيد